السلام عليكم، شلونكم بنات؟ كل عام وانتم بألف خير. اليوم أول أيام العيد المبارك، فحبيت أسوي لكم وصفة قبل لا تخرجين أثناء العيد. هالوصفة راح تساعد على تقليل من شحوب البشرة، زيد من نضارتها، تعطيها إشراقة ونضارة، لأنه تحتوي على عصير الليمون وعلى الروب وعلى البيض. البيضة نعرف انه هي تساعد على يعني شلون اقولك انه تخلي البشرة دائما حيوية، تشد البشرة، تخلص لي من الدهون الزائدة. وممكن هذه الوصفة ليس فقط للنضارة، ممكن ايضا تفيد انه تخلص لي من الدهون الزائدة. طبعا هذه وصفة تفيد اصحاب البشرة الدهنية، اما اذا بشرة الجافة ممكن اضافة عليها ملعقة من زيت الزيتون. اما اصحاب البشرة الدهنية فراح تحتاجين ملعقتين من الروب، اللي هو نفس الزبادي اللي من غير بلدان. زين، احنا نعرف ان الروب يغذي البشرة لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك اللي حيساعدني على تغذية البشرة وإعطاها نضارة وإعطاها إشراقة. زين، أيضا ممكن يعطي رطوبة للبشرة ويحافظ عليها من أشعة الشمس الضارة، وأيضا يعطيني أيضا ممكن يخلصني من حب الشباب، لأن مثل ما قلنا يحتوي على حمض اللاكتيك اللي يخلصني من حب الشباب والندوب، يعني حيصفي البشرة، يوحد لونها. زين، الليمون أيضا يساعد على تجديد خلايا البشرة. فالليمون نعرف انه مع الروب اثنينهم راح يشتغلون كلش شغل ممتاز في تقشير البشرة وتجديد خلاياها. وأنا هذه الخلطة بضمانتي وعن تجربة فعلا تمتص لي الدهون الزائدة من بشرتي. فعلا الحبوب خفت، مو 100%، خلينا نقول فد 50%. زين، المهم انه الندب بلشت شوية تخف، بس اهم شيء الاستمرارية والمداومة، لان الخلطات الطبيعية تحتاج من مداومة. اذا انت عندك تحسس من الليمون ممكن بالبداية تسوين اختبار تيست على منطقة معينة، مثلا من الرقبة في اليد، شوفينها إذا احتمال قد تتحسس، فممكن أبتعد عن الليمون، أخذ بس البيض فقط. زين، شوفوا أني هنا يعني فاشلة بكسر البيض فأنا حاخذ البياض مع الروب والليمون واخبطهم كلش زين. والصفار راح اخليه للشعر لا تذبونها، لان الصفار ايضا ممتاز، كلش ممتاز لتقوية بصيلات الشعر. زين، فالبيض ايضا راح يشدها للبشرة، يعتبر بمثابة كولاجين وبروتين للبشرة. زين، يمتص كل الدهون الزائدة من البشرة، لهذا السبب يستخدمونها اغلب اصحاب بشرة دهنية حتى يتخلصون من الدهون الزائدة، يتخلصون من حب الشباب، من الندب. ممكن استخدمها حتى وان كان عمرك فوق 30. هذا الشيء اذا عندك انتي تجاعيد ممكن يساعد لي على شد البشرة، وتحسين نفسك انه بعد ما تغسلين بشرتك من بياض البيض تحسين انه بشرتك فعلا كلش مشدودة. زين، وهذا الشيء كلش حلو. اخلطها المكستشر هذا، خلطة كل زين. وبعدين اخليه على بشرتي مدة 10 دقائق الى ربع ساعة، او الى انه تيبس هاي الخلطة تيبس على البشرة. اخلطها كل زين واحطها على بشرتي، وبعدين ورا 10 دقائق ربع ساعة اغسلها كل زين. واذا تحسين اكو زفرة معينة ممكن اسوي ماسك القهوة زين من بعدها حتى تروح الريح.